ادفع كاش ولا قسط وانا بشتري وحدة عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة؟ اشتري مساحة كبيرة ولا مساحة صغيرة تكون افضل للاستثمار؟ قيم الإيجارات بتبقى موجودة في المحلات التجارية أو المكاتب الإدارية بشكل عام بتتصنف بناء على إيه وبكام؟ وإمتى تقدر تقول للمحل ده أو المكتب ده الإيجار بتاعه ممكن يوصل للأسعار اللي حضراتكم بتسمعوها ولا لأ؟ موقع المحل بيفرق في المول أو ما بيفرقش في المول؟ الاطلاع على المتاح عند المطور قبل ما تشتري الوحدة بتاعتك مهم جدا وانت بتستثمر. المقارنات ما بين المناطق والمشاريع والوحدات اللي بتشتريها 6 نقط مهمة جدا في الفيديو ده عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، وهشرح لكم نقطة نقطة ازاي تستفيدوا منها قبل ما تخطوا الخطوة وتستثمروا او تشتروا وحدة ادارية او سكنية او تجارية بالعاصمة الادارية الجديدة. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب CEO لشركة توب مانجمنت، وفي الفيديو ده عايز اوضح كذا نقطة لحضراتكم تهتموا بيها جدا وانتوا بتستثمروا في العاصمة الإدارية الجديدة. اشتري كاش او ادفع اقساط؟ انا كاستشاري عايز اوضح لحضرتك نقطة مهمة جدا، مميزات وعيوب الكاش او القسط في العاصمة الإدارية الجديدة. انا بشكل عام بفضل الشراء بالنظام الاقساط واقل مقدم واطول فتره سداد، وهقول لحضرتك هي اهميتها في ايه. خلينا نتكلم عن مميزات وعيوب القسط طويل المدى او انك تشتري وحده بالقسط. من مميزات انك تشتري وحده بالقسط اول حاجه او اقل مقدم واطول فتره سداد. لما تدفع اقل مقدم واطول فتره سداد في العاصمه الاداريه الجديده مفيش فوائد، دي ميزه. يعني السعر اللي حضرتك بتسمعه من المطور هو على اقل مقدم واطول فتره سداد، بل بالعكس، بل لو دفعت مقدم اكبر واقل فتره سداد بتاخد خصم. فالامتار او سعر المتر اللي حضرتك بتسمعه هو اقل مقدم واطول فتره سداد، ادي اول ميزه، يعني مفيش فوائد. تاني ميزه ان حضرتك لما بتدفع اقل مقدم واطول فتره سداد بتفيدك وانت بتعمل ريسيل للوحده بتاعتك. لما تيجي تعمل اعاده بيع للوحده بتاعتك تقدر ان انت تبيعها والمشتري اللي بعديك، لان انت بتبقى طالب من المشتري انه يدفع المقدم اللي حضرتك دفعته والاقساط اللي حضرتك سددتها والاوفر او المكسب اللي حضرتك محتاجه، وهو يكمل بقيه الاقساط. فكل ما تكون فتره السداد اطول كل ما يكون امكانيه الريسيل اسرع، بالذات لو واخد وحده مميزه بسعر مميز. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان مشاريع العاصمه الاداريه الجديده ممكن تلاقي مطور يتاخر 6 شهور او سنه عن التسليم، او تلاقي وانت بتستلم الوحده بتاعتك مش مطابقه للوحده اللي حضرتك مضيت عليها، فيبقى دايما انت ماسك المطور من حته ثانيه. يعني تقول له طب انت ما سلمتنيش الحاجه صح فانا همتنع عن القسط، او حضرتك مثلا اتاخرت عليا في التسليم فتلزمه، فما تبقاش حطيت كل فلوسك عنده. النقطة الرابعة والأخيرة إن الفلوس ممكن بعض الناس تستثمرها في حاجات تانية غير العقار، أو في حاجة تانية، أو تسيبها في البنك، أو تشغلها، فما يبقاش حضرتك حطيت كل الفلوس بتاعتك في المكان ده. لكن من عيوب السداد بنظام الاقساط طويلة المدى ان انت ساعات بتنزل اوفرات او خصومات كبيرة جدا على سعر الكاش بتقدر تاخد فيها، او في حاجة بقت دلوقتي اسمها سيمي كاش، بقت بتاخد الكاش على قسط سنة او سنتين فقط لا غير. لكن بوجه عام 90% من المميزات موجودة في نظام السداد اللي هو الاقساط اقل مقدم واطول فترة سداد، ونصيحة تبقى الاقساط متساوية كمان ما يبقاش فيها دفعات اذا قدرت تعمل كده. طيب نظام الكاش ميزة ما تشتريش الكاش الا لما تاخد نسبة خصم تتجاوز ال 35%، 35 40 50% ممكن تاخد نظام الكاش، لان فعلا انت بتوفر مبلغ كبير. بدل ما تفضل تقسطه على 7 سنين بتاخد خصم بيه ما بيبقاش قليل. فده ما بين ان انا ادفع كاش او ادفع قسط. النقطة الثانية، اشتري وحدة مساحة صغيرة ولا مساحة كبيرة؟ ما يبقاش امكانياتك المادية مثلا مليون او 2 وتبقى عايز حضرتك تشتري مساحة كبيرة، مش هتعرف تجيب مساحة كبيرة، فيفضل ان انت تاخد مساحة. يعني مثلا هديك امثلة في القطاع السكني كاستثمار. السكني عندنا 3 انواع، هتسكن في المستقبل، او واخدها تأجرها او تبيعها، او تسكن فيها، او واخدها تأجرها
فقط او تبيعها فقط. ففي الثلاثه دول افضل مساحات تشتريها هي المساحات اللي بتبقى مطلوبه طبقا لاحتياجات السوق المصري، من غرفتين لبدايه الثلاث غرف نوم. يعني الشقق اللي هي من 140 ل 170 متر دي بتبقى اكتر الشقق اللي بتبقى مطروحه في الاستخدام او الايجار او الريسيل بعد كده للقطاع السكني. في الوحدات الاداريه والتجاريه الموضوع يختلف. امكانياتك تسمح ان انت تاخد وحدات تشغيليه يفضل. التشغيليه في التجاري مش اقل من جروس اريا 150 متر، وفي المكاتب الاداريه ايضا 150 متر. انا اسف، في المكاتب الاداريه 150 متر وفي التجاري 100 متر. قدرت تشتري وحده تجاريه او اداريه بالمساحه دي يفضل. طيب امكانياتك لا تسمح، حتى لو هتاخد مساحه صغيره بس تاخد في مول متخصص. يعني نصيحتي ليك انك تشتري في مول متخصص تجاري بالكامل، حتى لو هتاخد في ادوار عاليه مساحات صغيره، لان بيبقى المطور واداره التشغيل هم اللي بيتولوا عمليه الدمج او تشغيل الوحدات دي، وبيبقى عندهم حاجه اسمها تالنت ميكس، وبيعملوا ادوار مخصصه للوحدات البيعيه وادوار مخصصه للوحدات التشغيليه. ففي القطاع الاداري والقطاع التجاري لو امكانياتك محدوده قدرت تاخد في المولات المتخصصه يفضل. ما قدرتش وهتضطر تروح تاخد في المولات الميكسد يوز او المولات الغير متخصصه يفضل تاخد مساحات نوعا ما كبيره، ان انت لو اداره المول ما قدرتش تشغل او تاجر لك الوحده دي تقدر حضرتك بكل سهوله تستعين بشركات تسويق، او حضرتك تقدر تجيب اند يوزرز يستخدم الوحده بتاعتك. ده بالنسبه اشتري مساحه صغيره ولا مساحه كبيره. طيب 3 قيمه الايجارات في العاصمه الاداريه الجديده. الايجارات انت عندك حد ادنى وحد اقصى. خد الحد الادنى اللي هو موجود في التجمع الخامس، مش هنروح بعيد. القطاع الاداري متوسط بيبتدي من 450 بيوصل 350 كمان، بيوصل لغايه 1000 جنيه في القطاع الاداري على حسب المميزات ومعايير كتيره اتكلمنا عليها قبل كده، وهيبقى في حاجه زي كده في العاصمه. عشان كده وانت بتشتري في القطاع الاداري محتاج حد يفهمك فين تشتري وايه الافضل. ده بالنسبه للمكاتب الاداريه. الوحدات التجاريه الحد الادنى من 800 900، قول متوسط 1000 بيوصل لغايه 2000 جنيه ايجار، برضو ليها معايير متخصصه. لكن في العاصمه الاداريه الجديده دايما بعد الاستلام دايما من سنه لسنتين، ومن سنه لسنتين اقل حاجه بعد الحصول على رخصه التشغيل من سنه الى سنتين. يعني المطور حصل على رخصه التشغيل النهارده، زي مثلا مشروع جراند سكوير خلاص رخصه التشغيل وهيتم افتتاحه المفروض في خلال شهور قادمه ان شاء الله. فرخصه التشغيل قد بعديها من سنه الى سنتين ماكسيموم لغايه ما يتم التأجير، وبيبقى متوسط من 1000 يوصل لغايه 2000 على حسب طبعا كل منطقه والاتفاقات والمعايير بتاعتها تبقى ازاي بالظبط. ده بالنسبه لقيم الايجارات وكل منطقه تختلف. طيب موقع المحلات التجاريه بيفرق كتير جدا جدا جدا، وقبل كده اتكلمت عن الموضوع ده. دايما المحلات التجاريه اللي هي الدور الارضي اللي على الشارع الرئيسي هي خدها رقم 1. بعد كده تدخل جوه المول لسه في الدور الارضي، قرب من المداخل والمخارج او السيركليتور والاليفيتورز او الاماكن اللي فيها فاسيلتيز او الاماكن اللي معاها اوت سايد اريا. بعد كده بتطلع للادوار اللي فوق الاول ثم الثاني ثم الثالث، باستثناء المناطق اللي فيها فود كورت او كيدز اريا او اللي بيبقى فيها اكتيفيتيز كتيره. دايما حاول تقرب من مناطق فيها شوينج او ترافيك عالي جدا، دي ليها برضو معايير. فطبعا موقع المحل التجاري مهم جدا جدا في الايجار، ومهم جدا في التشغيل، ومهم جدا طبعا في امكانيه الريسيل والرنت بعد كده في المستقبل. ده غير طبعا المساحات اللي اتكلمت عليها، وغير انك يفضل انك تاخد في المبنى نفسه يبقى موقعه مميز. النقطه الخامسه، وانت بتشتري وحده في العاصمه الاداريه الجديده حاول انك تاخد وحده او تحاول انك تطلع على المعروض عند المطور. يعني دايما وانت بتشتري ما تروحش تشتري في الاواخر لما المول خلاص فاضل له 20% ويبيع كل المعروض اللي عنده، عشان تلحق تكسب كويس جدا وتبقى عارف ان السقف لسه
في مساحه عقبال ما هتزيد الاسعار على المحل، عشان ممكن لا قدر الله تحب تعمل له ريسيل مثلا كمان سنتين 3 4، فيبقى المعروض كل ما يكون اكتر عند المطور كل ما يكون افضل. يعني الحق اشتري والمطور لسه على الاقل متبقي 30% من المحلات اللي عنده. فلابد انك تطلع على معظم المعروض. البروكر اللي بيتابع مع حضرتك او السيلز اللي بيكلمك، حاول ان هو يبعت لك معظم المعروض حتى لو المساحات الكبيره. يعني خليه يقول لك بشكل عام المتاح او المعروض عند المطور قد ايه، لان ده هيفيدك جدا عشان تعرف المطور ده وسياسه التسعير بتاعته عامله ازاي. النقطه السادسه ودي مهمه جدا ايضا، نصيحتي ليك اعمل دايما، استخدم الاسلوب ده في الاناليسز او في المقارنات. اعمل مقارنه للعاصمه الاداريه الجديده، مدينه كبيره، مش بتتكلم في مدينه صغيره او تقدر تقول عليه مشروع كبير. قارن على مستوى المناطق، يعني مثلا قارن ما بين الداون تاون والام يو 7، ما بين الداون تاون ومنطقه المستثمرين، ما بين الداون تاون والام يو 23. دي كلها مناطق تجاريه ناجحه ومميزه. بعد كده بعد ما تقارن ما بينهم طبقا لمعايير كتيره قوي مش هقولها في الفيديو عشان ما اطولش عن كده، تدخل على حاجه اسمها المقارنه ما بين المشاريع. بعد المقارنه ما بين المشاريع، المقارنه ما بين الوحدات اللي حضرتك اخترتها وفلترتها. وبعد كده الفيصل، افضل طريقه سداد تقدر تكسبك وتنجحك في استثمارك. وطبعا انا احب اساعد حضراتكم في اختياركم للوحدات بتاعتكم او كيفيه الاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده. ارقامي قدام حضراتكم على الواتساب، تقدروا انا وفريق العمل في شركه توب مانجمنت دايما في خدمه حضراتكم. شكرا.